الأنمي قصته غريبة قوي، زعيمة الشياطين بشكل غير متوقع بتبقى ساكنة مع البطل في نفس الأوضة، وبتحلم إنها تقرب منه كل يوم. في يوم من الأيام زعيمة الشياطين عشان ترضي البطل بتجيب له بنات حلوين كتير من جنس الشياطين، منهم اللي بتلبس لبس مثير كل يوم، ومنهم اللي بشرتها غامقة وممكن تتحول لتعبان في أي وقت. بس زعيمة الشياطين ما تتوقعش خالص إن البطل مش مهتم بالبنات الحلوين دول خالص، وبدل كده بيعجب بيها هي. يا ترى هي والبطل هيتحولوا لثنائي حقيقي؟ خلينا نشوف. القصة بتبدأ بمعركة بين البشر والشياطين من 10 سنين. بمجهود كبير البطل ماكس قدر يهزم زعيمة الشياطين في الآخر، بس هي عندها 7 أرواح وممكن ترجع للحياة حتى لو ماتت. عشان تهزم البطل في أقرب وقت ممكن، زعيمة الشياطين نامت 10 سنين بس قبل ما ترجع للحياة تاني. السكرتيرة زانية على طول بتجهز كذا طقم لبس أطفال لزعيمة الشياطين. زعيمة الشياطين مش فارق معاها شكلها، هي بس عايزة تعرف أخبار ماكس البطل إيه. في رأيها ماكس عنده القوة إنه يهزم زعيمة الشياطين، فبعد 10 سنين أكيد بقى أحسن من الأول، ومش هتستغرب لو بقى من العيلة المالكة. زي بتقول لزعيمة الشياطين إن ماكس لغاية دلوقتي ما ظهرش في الأوساط السياسية أو الأماكن الاجتماعية. زعيمة الشياطين بتتفاجئ قوي لدرجة إنها بتخمن إن ماكس ممكن يكون بيتدرب في جبل معين. الغريب إن زي شكلها مش عايزة زعيمة الشياطين تركز قوي مع ماكس، هي بتفتكر إن البطل مجرد إنسان عادي ممكن يتعب ويموت، وإن زعيمة الشياطين مش لازم تبقى مهووسة بماكس. زعيمة الشياطين قلقانة إن يكون في حاجة غلط مع ماكس، بتستخدم عينها التالتة عشان تطمن عليه. بعد ما بتدور زعيمة الشياطين بتكتشف قوة حياة ماكس ومكانه، وعايزة تقابله فورا. زي بتطلب من زعيمة الشياطين إنها ما تروحش لماكس وإلا هتندم، بس زعيمة الشياطين ما بتسمعش كلامها. هي رجعت للحياة بدري عشان عايزة تهزم ماكس، عارفة إن ماكس قريب من العاصمة الملكية بتاعة عالم البشر، بتعمل لنفسها جناحين وبتطير للعاصمة الملكية عشان تقابله. في الوقت ده زعيمة الشياطين بتكتشف إن حضارة البشر اتطورت أكتر بكتير مما كانت فاكرة، وإن العاصمة الملكية بقت مزدهرة قوي. في الآخر بتنزل عند سكن ماكس. بعد ما بتدخل بتقابل واحد كسول في أوضة مليانة زبالة. في الأول زعيمة الشياطين افتكرت إنها في المكان الغلط، لغاية ما بتشوف سيف مقدس في الركن. ساعتها بتتأكد إن الراجل ده هو ماكس. هو اتغير كتير قوي في ال10 سنين اللي فاتوا، دلوقتي بقى ضعيف وحتى فكه المنحوت تقريبا اختفى، عايش في أوضة وسخة وكل يوم بيعدي عليه وحش قوي. زعيمة الشياطين محبطة قوي من ماكس. بعد ما بتلف في الأوضة بتعجبها اللابتوب بتاع ماكس، هي عارفة إنه أداة للبشر عشان يجمعوا معلومات وعايزة تجرب وظيفته. في اللحظة دي زعيمة الشياطين بتفتكر هدفها ومجيئها لماكس، ماشية على خطتها الأصلية وبتحلف لماكس إنها هتحكم عالم البشر كله تماما. بس هي ما تتوقعش خالص إن ماكس فقد روحه القتالية خلاص وما بقاش عنده أي اهتمام بالقتال. ماكس بيقول لزعيمة الشياطين إن قيمة حياته اختفت من ساعة ما حارب جنس الشياطين. هو مش بس ما خدش مكافأة، ده كمان اتعرض للاضطهاد في عالم مسالم. البطل في عالم زي ده مجرد عبء ملوش لازم. زعيمة الشياطين بتغضب قوي وبتستخدم اللابتوب عشان تدور على اسم ماكس. اللورد الشيطانية كانت بتتفرج على فضايح ماكس وكانت كتيرة جدا. أول فضيحة في شبهة إن ماكس كان على علاقة غير شرعية. اللورد شغلت فيديو المقابلة وشافت ملامحه المذنبة جدا. ماكس حاول يشرح وبيقول إنه اتورط في فخ من واحدة من الأبطال صيادة شهرة قربت له بس علشان تاخد فلوسه. الفضيحة التانية إن ماكس اعتدى على ناس عاديين، لكن ماكس رد وقال إن 6 بلطجية هجموا عليه وهو بس كان بيدافع عن نفسه. الفضحية التالتة إن ماكس كان بيواعد 10 ستات في نفس الوقت. ماكس حلف إنه بريء وإن دي كلها أكاذيب من الصحفي وإنه أصلا ما يعرفش ولا واحدة منهم. اللورد لقت الأخبار دي سخيفة لكن في نفس الوقت مضحكة، وكانت بتتسلى وهي شايفة الجانب الوسيم من ماكس. شغلت فيديو تاني فيه مقابلة مع ماكس بعد ما انتصر عليها زمان، وكان شكله فيها مغرور جدا، وساعتها فهمت ليه الناس ممكن تكتب عنه كل الفضايح دي. بعد ما خلصوا كلام اللورد بدأت تفهم أكتر عن اللي مر بيه ماكس خلال السنين. لاحظت إنه محتفظ بصور قديمة ليه مع أصدقائه، وحست إنه لسه بيهتم بيهم. قبل ما تمشي قررت تهدده بيه. قالت له إنها ناوية تهاجم عالم البشر وإن أصدقائه هيكونوا أول هدف ليها. بس ماكس فاجئها، كان هادي جدا وقال لها تهجم دلوقتي لو حابة. ده خلى اللورد تحس إنه بقى فاشل ومكسور. اتعصبت جدا وهجمت عليه فورا، لكن للأسف قوتها في الوقت ده كانت ضعيفة وماكس لسه قوي. ضربها ضربة واحدة ووقعها في الأرض. لما فاقت اكتشفت إن ماكس كان فاتح مواقع للكبار، واستقرفت من تصرفه جدا، بسها في نفسها إن قوته لسه زي زمان وإنها متحمسة تقتله تاني. لكن ماكس خلاص زهق من العالم
ومهما استفزته مش فارق معاه. مع كده اللورد كانت معجبة بيه، ادعت إنها ماشية، لكنها في الحقيقة خرجت تشتري شوية مكونات أكل وقررت تعيش في بيته مؤقتا عشان تهتم بيه من ناحية وتفهم أكتر عن عالم البشر من ناحية تانية. لما رجعت طبخت له وجبة هاوت بوت دافية، ومن اللحظة دي اللورد الشيطانية وماكس بقوا عايشين سوا رسمي. في يوم ماكس قرر يخرج واللورد حبت تروح معاه بس هو رفض، قال لها لو مش هتخبي القرنين اللي على راسها والعين التالتة مش هياخدها معاه. بعد ما خرج اللورد استخدمت سحرها وتحولت لبنت ثانوي جميلة جدا، جسمها كبر فبقت لبسها الأصلي باين عليه أكتر وجذاب، بس هي ما أخدتش بالها من لبسها. نزلت الشارع ولقت ماكس قاعد بيشرب بير وبلعب مع العيال في الجنينة وهو مسترخي وهادي. ماكس قعد لوحده ونام على كرسي في الحديقة. اللورد بدأت تحس بالملل وقالت ما بقاش في داعي تراقبه، لكن قبل ما تمشي 3 بلطجية هجموا على ماكس وهو نايم وفكروا إنه ضعيف وبدأوا يضربوه. اللورد بسرعة استخدمت سحرها وخلتهم يناموا في مكانهم. سحرها بدأ يضعف وماكس ما خدش باله من شكلها الجذاب. تاني يوم ماكس شافها بالصدفة وهي واقفة على البلكونة. كل مرة تخرج فيها كانت بتتحول لبنت جميلة، لكن لما ترجع البيت كانت بتبقى طفلة تاني، وده خلاه ما يعرفش إنها هي نفس الشخص. وهم بياكلوا زانية فجأة بتوصل لبيت ماكس وهي جاية هنا من عالم الشياطين عشان تتأكد إن سيد الشياطين في أمان. جوعانة بتاكل طبق كبير رز مقلي. بعد ما كلت بتطلب من سيد الشياطين يرجع معاها عالم الشياطين، بس هو بيرفض. عشان كده زانية بتقرر إنها تهزم ماكس عشان سيد الشياطين يبطل هوسها بيه، بس قبل ما تلحق تعمل أي حاجة ماكس بيسيطر عليها. زانية بعد ما ماكس غلبها بقوته ما بقاش قدامها غير إنها تعتذر له. سيد الشياطين بيبقى مبسوط إنهم اتصالحوا. بتطلب من زية إنها تاخد دش الأول وبتديها حرية إنها تشرب أي حاجة من التلاجة، بس تصرفاتها دي بتتسبب في سلسلة من المواقف المحرجة. بتتغاظ قوي لدرجة إنها بتهجم هجوم عنيف على ماكس اللي بينط من البلكونة عشان يهرب من زية، وهي زانية بتجري ورا ماكس. فوطة الحمام بتاعتها بتقع بالغلط، وفي الآخر الشرطة بتقبض عليها بسبب مظهرها اللي مش لائق. بعد كده زية بتقرر إنها تفضل في عالم البشر عشان تضمن سلامة سيد الشياطين. بتأجر الشقة اللي جنب ماكس وبتكون جارتها. في نفس الوقت رئيس مكتب السحر فريد بيشوف الأخبار على الإنترنت إن ماكس في حد بيطارد، بيعرف إن زانية شيطانة وبيقرر إنه يقابل ماكس. فريد واحد من أعضاء فريق ماكس القدام، كان معاه من شهر وشاطر قوي في السحر. في يوم من الأيام فريد قابل ماكس وصاحبه ليو وهو بيبيع تعويذات، بس بعد شوية مجموعة شياطين هجمت عليهم فجأة. بعد كده بقوا صحاب لأنهم قاوموا جنس الشياطين سوا. بعد كده المشهد بينتقل لفريد. في اليوم ده فريد واتنين من مساعدينه بيروحوا بيت ماكس. قبل ما يلحق يدخل الباب سيد الشياطين وماكس بيحسوا بقوة سحرية مانع قوية. ماكس قلقان إن هوية سيد الشياطين تتكشف فبيقولها تستخبى الأول. فريد ما بيدخلش مساعدينه وبيتكلم مع ماكس لوحده. من 3 سنين صاحبهم القديم ليخان المملكة وأسس جمهورية GMA. ظاهريا هي جمهورية بس في الحقيقة هم منظمة إرهابية بتحتل أراضي المملكة بشكل غير قانوني. في خونة كتير ومختلين نفسيا اتبعوا ليو في المنظمة، وقوتها العسكرية زادت بشكل كبير. لو ما توقفوش البلد هتبقى في خطر. فريد بيعتقد إن عاجلا أو آجلا هيتصادموا مع ليو، فبيطلب من ماكس إنه ينضم لجيش المملكة ويحارب جنبه. هو عارف كويس قوي ماكس قوي قد إيه طول ما هو يقدر ينضم لجيش المملكة هيقدروا ينهوا الحرب دي من غير أي خسائر. ماكس مش عايز يبقى بطل تاني وهو ثابت على موقفه ده. مهما فريد يحاول يقنعه هو لسه بيرفضه. قبل ما يمشي فريد بيلعب ورقته الرابحة، بيفضح تعاملات ماكس مع الشياطين، بيقوله لو مرجعش كبطل هيخليه مذنب في حق المملكة. ماكس بيعتقد إن فريد ما عندوش دليل يثبت إنه متواطئ مع الشياطين. فريد واثق قوي، بيدعي إنه اكتشف وجود شيطان في الدولاب وشايف إن ده مرعب قوي، بس لما بيفتح الدولاب بيشوف شبح ست. الشبح بيجري من الدولاب وده بيخلي فريد يخاف قوي لدرجة إنه بيهرب في أقرب وقت ممكن. بعد ما بيرفض فريد ماكس بيقلق على مستقبله. سيد الشياطين بيدعي ماكس إنه ينضم للشياطين بس هو مش عايز يخون البشر. سيد الشياطين مش عايز يستسلم، وعشان يقنع ماكس إنه ينضم ليه بيجهز صور كتير لجميلات الشياطين وبيقعد يقلب فيهم معاه. ماكس بيشوف زي أول ما بيفتح الألبوم وبسرعة بيبدأ يقاوم عشان يخلي الموضوع أسوأ ما عدا زينية. باقي جميلات الشياطين كلهم وحوش وشكلهم مختلف تماما عن البشر. سيد الشياطين بتفتكر إن ماكس صعب الإرضاء قوي وبيجي لها فضول تعرف نوع البنت المثالية اللي بيحبها. في الحقيقة نوع البنت المثالية اللي بيحبها ماكس هي بالظبط زي شكلها البشري،
عشان كده سيد الشياطين بتستخدم سحر عشان تحول نفسها. ماكس بيتعرف عليها إنها البنت الجذابة اللي شافها المرة اللي فاتت وقلبه بيدق بسرعة، مقدرش يوقف بص لها وهي وشها أحمر شوية. في الوقت ده جرس الباب بيرن. سيد الشياطين بتخمن إن زيا وصلت دلوقتي، خطتها إنها تغريه بالبنات الحلوة فشلت، وسيد الشياطين بتقرر تستخدم طريقة تانية. بتبدأ تحكي لماكس عن مميزات إنه يبقى شيطان. عشان قوة ماكس الكبيرة هي مستعدة تدفع له مرتب 105 مليون ين، وكمان مميزات تانية كتير. بالإضافة لكده أعضاء عشيرة الشياطين ما بيعيوش ومبيكبروش في السن وعندهم منى غير محدودة، وكمان روح خالدة ممكن ترجع للحياة بعد الموت. طول ما هو بقى عضو في جنس الشياطين هيقدر يتخلص من كل مشاكل وهموم البشر. ماكس بيرفض عرض سيد الشياطين، في رأيه إنه يبقى عضو في عشيرة الشياطين معناه إنه هيتحول لمخلوق تاني، مش عايز يفقد نفسه ولا عايز يبقى خاس. ماكس بيقتنع بكلامها وبيقرر يلاقي طريقة يكسب بيها فلوس. خطته إنه يبقى لايف ستريمر ويكسب فلوس عن طريق تصوير الفيديوهات. أول فيديو لماكس كان عن بث مباشر للألعاب عشان هو مش بيعرف يتكلم كويس، وكمان بيشرح اللعبة بطريقة مملة قوي. الفيديو بتاعه جاب مشاهدات قليلة بس. ماكس بيفتكرش إنه مناسب يعمل فيديوهات زي دي، عشان كده بيعدل أنواع فيديوهات مختلفة وكلها بتتعرض للانتقاد. لما سيد الشياطين شافت ماكس محبط حست بالتعاطف. بناء على طلب ماكس بتقرر تساعده يصور الفيديو. بتتحول لبنت جميلة وبتعمل بث مباشر على الانترنت. عشان شكلها تحفة وجسمها جذاب لقت دعم كبير من مستخدمي الانترنت. للأسف بسبب المحتوى غير المناسب للبث المباشر بتاعهم الحساب بتاعهم اتمنع رسميا. في يوم من الأيام سيد الشياطين بتروح تتسوق مع ماكس. بعد ما وصلوا لمحل الهدوم طلبت من ماكس بحماس إنه يساعدها تختار هدوم. جه في بال ماكس إن سيد الشياطين شكلها راجل. سيد الشياطين مهتمتش بالموضوع ده وما بتشوفش إن في فرق إذا كانت راجل أو ست. عشان تشتري الهدوم اللي بتلبسها عادة خدت ماكس لمحل هدوم الأطفال. البائع عاملهم كأنهم كابل وده أحرج ماكس قوي، بس لحسن الحظ قضوا يوم لطيف برضه. بالليل ماكس قابل صاحبة قديمة في السوبر ماركت، هي مرؤوسة ليو واسمها أنيجو. ماكس بيقرر يلاقي مكان يتكلم فيه مع أنيجو وبيطلب من سيد الشياطين إنها تروح البيت الأول. في الوقت ده رفيق أنيجو ويل بيلاقي سيد الشياطين فجأة وبيجبرها تروح معاه لماكس. خلال الوقت ده سيد الشياطين بتذكر جمهورية جاما وبتعتقد إن ويل إرهابي. كلامها بيغضب ويل فبيزق سيد الشياطين على الحيطة وبيقول إنهم مش إرهابيين. في الوقت ده المملكة طردتهم لمكان مهجور قوي وغلبوا كتير عشان يطلعوا من هناك، وملك الشياطين اعتذر بسرعة لويل. في نفس الوقت ماكس قال لأنيجو إن فريد كان عزمه مرة ينضم لجيش المملكة. لما عرفت إن ماكس رفض فريد أنيجو اطمنت أكتر بكتير. ادت ماكس تذكرة لجمهورية جاما وعزمته ينضم ليهم. المحرج إن أول ما خلصت كلامها ويل ظهر قدامهم هو وملك الشياطين. ويل افتكر بالغلط إن ملك الشياطين وماكس مرتبطين ببعض فمسك ملك الشياطين بهدف إنه يستخدمها عشان يجبر ماكس يوافق. أنيجو شايفة إن تهديد الناس ده شغل إرهابيين ومش مبسوطة خالص من تصرفات ويل. ماكس اتفق معاها جدا، وكمان ملك الشياطين مش صاحبته ورفض ويل. ويل افتكر إن ماكس مجرد جبان لدرجة إنه بينكر إن عنده صاحبة. دلوقتي ماكس رفضهم وويل قال إنه مش هيسيبهم يمشوا بالساهل. ماكس لقاه مستفز جدا وهو بيهين ملك الشياطين هجم عليه ورماه في البحر. أنيجو أنقذت ويل وطلبت إنه يعتذر لماكس اللي بعد كده قبل اعتذاره. بعد ما سابوهم ملك الشياطين سألت ماكس لو عايز ينضم لجمهورية جام. ماكس مش عايز يبقى عدو لليو ولا فريد وفضل محايد. الحاجة الوحيدة اللي مهتم بيها هي التذكرة اللي ندتها أنيجو. تذاكر جمهورية جاما مش بتتباع في المملكة وصعب تلاقيها. بعد ما رجع البيت ماكس قرر يبيع التذاكر أونلاين عشان مش عايز يفوت فرصة السفر لجمهورية جاما. ملك الشياطين وقفته وعملت مصفوفة انتقال آني في الدولاب عشان يقدروا يرجعوا البيت على طول في حالة أي حادثة. بعد كده عملت سحر عشان تنوم ماكس مغناطيسيا وتخليه يوافق يروح معاها. لما ماكس فاج كان خلاص على سفينة جوية رايحة لجمهورية جاما. ملك الشياطين أكدت إنهم مش هنا للسياحة وإنهم لازم يستغلوا الفرصة دي عشان يحققوا في جمهورية جاما. ماكس شاف لبسها وشك إنها عايزة تسافر بس قريب وصلوا جمهورية جاما. ليو ومعظم مرؤوسيه القدامى عارفين ماكس، عشان كده ملك الشياطين جهزت له نظارة مضحكة. أول ما وصلوا جمهورية جاما شافوا ينبوع مياه سخنة ضخم وهم بيستمتعوا بالينبوع السخن برجولهم. ماكس سأل ملك الشياطين ليه هي متورطة في الحرب بين البشر. ملك الشياطين ردت إنها بس بتجهز لغزو تاني للعالم البشري. لو المملكة وجمهورية جاما الاتنين اتضرروا هتقدر تاخد ميزة كبيرة. في الوقت ده ملك الشياطين فجأة سمعت حد بينادي على ليو. اتضح
إن ليو بيقلب المية، الينبوع السخن سخن جدا لدرجة إنه مينفعش يتنقع فيه دلوقتي، بس إضافة مية ساقعة مباشرة هتقلل المحتوى المعدني الطبيعي في الينبوع السخن، عشان كده هيقلبوا المية لدرجة الحرارة المناسبة. ليو بيقلب المية بنفسه وبيرحب بحرارة بالزوار اللي موجودين في المكان. ماكس مشافش ليو بقاله كتير، في اللحظة دي حس إن ليو لسه زي ما هو وما اتغيرش أبدا. هما اتقابلوا في بطولة المملكة اللي اتعملت عشان يختاروا بطل يحارب الشياطين. مع إن ليو خسر قدام ماكس وقتها، بقوا أصحاب كويسين. بعد ما نقعوا في الينابيع السخنة، ملك الشياطين وماكس حجزوا في فندق قريب. اهتموا بترابيزة البينج بونج اللي في الفندق، وعلى طول بدأوا ماتش بينج بونج عنيف، بس في الآخر ما قدرش يتحدد مين الكسبان عشان الاتنين عندهم قوة كبيرة، وخلوا كرة البينج بونج تتقسم نصين. سيدة الشياطين عرقت كتير قوي وراحت تاخد دش. أول ما رجعت أوضتها، هم متعودين يقعدوا في أوضة واحدة سواء في الفندق أو في البيت. بعد كده قضوا وقت ممتع جدا في جمهورية جام. قبل ما يدخلوا الجمهورية، لفت انتباههم أنيجو اللي كان بيراقب الشوارع. أنيجو أعلن إنه ممنوع حالياً الاقتراب من حدود الجمهورية، وبيتمنى إن الكل ياخد باله. بعد ما سمعوا كلامها، 2 غربة بدأوا يناقشوا سبب منع الاقتراب من الحدود، وخمنوا إن أكيد ده بسبب النزاع بين الجمهورية والمملكة اللي بيخلي الناس العادية ممنوع عليها تقرب. ماكس ما كانش عايز يكون له علاقة بالحرب، وقرر إنه يمشي من هنا فوراً. في الوقت ده، ست في نص العمر بتبيع أكل محلي قالت لهم إن في حروب كتير بتحصل جنب الحدود، وإن أهل البلد متعودين على كده من زمان، وطلبت منهم ما يقلقوش. سيدة الشياطين فكرت عكس ماكس. هي شافت إن دي فرصة قيمة عشان تتأكد من قوة الجمهورية والمملكة الاتنين، ده غير إنهم ما عملوش استطلاع في اليومين اللي فاتوا. فقررت إنها تبص على اللي بيحصل جنب الحدود. فعشان كده غصب عن ماكس استخدمت أدوات طيران عشان تاخده للحدود، وعشان ماكس تقيل قوي وقعوا بالغلط لما نزلوا. أول ما وصلوا، سيدة الشياطين وماكس استخبوا في الحشيش واستخدموا منظار عشان يشوفوا المعركة. الجمهورية بتستخدم أسلحة ممكن تطلق سحر، حتى الناس اللي ما بيعرفوش يسحروا ممكن يحاربوا بالسلاح ده. الغريب إن المملكة أضعف بكتير مما تخيلت سيدة الشياطين، وما سببتش أي ضرر للجمهورية. سيدة الشياطين حست إن الحرب دي زي عيال بيلعبوا، وإنها ما تستاهلش المشاهدة. ماكس كمان كان محتار، هو مش فاهم ليه أسلحة المملكة مش قادرة تخترق أسوار الجمهورية. في الحقيقة ده صح، والوضع في طريق مسدود. ساحر المملكة بيعتقد إن الجمهورية عاملة أجهزة سحرية قوية اللي بتخليهم صعب يخترقوا دفاعاتهم، اللي خلاه يحس بغرابة أكتر إن الجمهورية بتفضل ترمي قنابل سحرية فيها تعويذات نوم على جنود المملكة، وباين إنهم ما عندهمش نية إنهم يأذوهم. عشان يهزم الجمهورية، ساحر المملكة قرر يغير التكتيكات. هو رمى سحر مباشرة عشان يهاجم جنود الجمهورية اللي على الأسوار. أنيجو اتضرب في دراعه بيه وما قدرش يكمل قتال. في الوقت ده، ليو حس بهالة شيطانية غريبة واندفع ناحية الحدود. عمل إعصار بالرمح بتاعه وهزم جيش المملكة بضربة واحدة. الكابتن اللي بيقود جنود المملكة ده واحد ليو يعرف. ليو حذر الكابتن إن الجمهورية مش هتساوم أبدا لو المملكة لسه رفضت التفاوض السلمي. الكابتن كمان كان متردد يغير رأيه، وأصر إن المملكة مش هتعترف بوجود الجمهورية. وهما بيتخانقوا كده، الساحر هاجم ليو، ومش هيقدروا غير إنهم يبطلوا يدوروا على أفراد من عشيرة الشياطين. سيدة الشياطين متعرفش إن ليو حساس قوي لهالة الشياطين، وهي ناوية تفتح مصفوفة الانتقال الآني. ليو بيكتشفهم من خلال تعويذة الانتقال الآني. أول ما ماكس بيلمح ليو، بيهرب هو وسيد الشياطين. بما إن ماكس لابس النضارة الغريبة، ليو ما بيتعرفش عليه وبيطلب منه يسلم سيدة الشياطين ليه، لأنه بيقدر يميز إنها مش بشرية. سيدة الشياطين بتستخدم سحر عشان تكلم ماكس في سره، بتطلب من ماكس يسلمها لليو ويهرب لوحده. هي عندها 7 أرواح، وحتى في أسوأ الظروف بتقدر ترجع للحياة، بس ماكس بيرفضها. بيتحدى ليو عشان يكسب وقت لسيدة الشياطين عشان تهرب قبل ما سيدة الشياطين تقدر تستدعي مصفوفة الانتقال الآني. ماكس وليو بيدخلوا في خناقة جامدة. نضارته بتتكسر من ليو ووشه بيبان بشكل غير متوقع. ليو ما بيتعرفش عليه على طول. وأخيرا سيدة الشياطين بتنجح في استدعاء مصفوفة الانتقال الآني، وبتنادي على ماكس عشان يمشي معاها. ليو بيسمع اسم ماكس وبيفهم أخيرا إن اللي قدامه ده صاحبه القديم. سيدة الشياطين بتفتكر إن المبارزة اللي فاتت كانت مثيرة جدا عشان ماكس حماها، بتحضنه جامد وبتشكره. بعد الرحلة دي، سيدة الشياطين وماكس بيقربوا من بعض أكتر. ليم مساعدة فريد بتيجي عشان تبل. الوزير جريمز بيوصل مصلحة السحر وبيطلب من فريد يقابله في أقرب وقت ممكن. جريمز بيقول إنه عايز فريد يساعد في وقف الحرب بين المملكة والجمهورية. فريد وليو كانوا أصحاب كويسين،
وهو مش فاهم ليه بقوا أعداء. منطقة جاما كانت زمان كئيبة لحد ما ليو اكتشف عدد كبير من مناجم السحر. جاما بدأت تزدهر تدريجيا بشكل غير متوقع. حد لفق لليو تهمة قبول رشاوى وده خلاه يتعاقب من المملكة. ليو ما قدرش يتقبل إن المملكة اللي كان بيؤمن بيها تشك فيه. غضب وخان المملكة وأسس جمهورية جاما. بس جمهورية جاما ما كانتش بتهدد المملكة بشكل مباشر غير في الدفاع عن النفس. جريمس بيعتبر ليو راجل محترم وعايز البلدين يتعايشوا في سلام، وبما إن فريد كان صاحب ليو ومشهور بين الناس هو عايز مساعدة فريد. فريد بيقتنع بكلام جريمس وبيوافق على طلب. في الوقت ده زانيا بتطلب طلبات كتير من ليم عشان تهرب من مصلحة السحر قبل ما فريد يرجع، زي إنها تاخدها الحمام وتأكلها وهكذا. ليم طيبة قوي وبتوافق على كل طلبات زيا، بما ان زيا عمرها ما لقت فرصة تهرب فبتقرر تستخدم مزلق خاص عشان تتخلص من الكلبشات. ليم بتكتشف نية زيا وبتحذرها من اي محاولات ملهاش لازمة. زيا ما بتستسلمش وبتكسر الكلبشات بالعافية، بس هي بتقلل من قوة ليم. ليم شاطرة قوي في التحكم في اللهب وبتحبس زيا بالنار. في اللحظة دي بيحصل قصف مفاجئ. جسم زيا صلب لدرجة ان القصف ما بيأثرش فيها بأي شكل، وهي على وشك الهروب بتلاحظ ليم اللي فقدت الوعي. بتفتكر اهتمام ليم بيها ومتقدرش تشوفها بتموت، فبتعمل لليم إسعافات أولية وبتاخدها لبيت ماكس. سيد الشياطين وماكس لسه راجعين من جمهورية جاما بيتصدموا من تورط زيا في قصف مصلحة السحر. سيد الشياطين بيحس بالمانع الطاقة السحرية في ليم وعايز يخليها تبقى تابعة ليه. لما ليم بتصحى سيد الشياطين بتتحول لبنت جميلة وبتكذب وبتقول إنها أنقذتها. بعدين بتستخدم سحرها عشان تلخبط ليم وتجبرها إنها تمضي العقد. لو ماكس ما كانش واقف في سيد الشياطين في الوقت المناسب ليم كانت ممكن تبقى فرد من عشيرة الشياطين. بطلب من ماكس سيد الشياطين وزانيا اعتذروا لليم. سيد الشياطين بتكذب وبتقول إن هدفها هو إن زانيا تحقق في مصلحة السحر وتعرف البشر بيعملوا إيه. بشكل غير متوقع زانيا فهمتها غلط واتسللت لمصلحة السحر. ده كان تصرف شخصي منهم وماكس ما يعرفش عنه حاجة. بعد موت سيد الشياطين اللي مستواها قليل زيهم بقوا عايشين في فقر. ماكس مش بس ما بيكرههمش، ده كمان بيستقبلهم. هم اتأثروا قوي لدرجة انهم قرروا يغيروا نفسهم ويعيشوا عشان البشرية. القصف اللي حصل في مصلحة السحر ملوش دعوة بيهم. اللي قالوا سيد الشياطين كذب واضح، بس ليم بتصدق كلامها. وهنا ليمب بيجيله تليفون من فريد عارف ان ليمب في بيت ماكس، ففريد بيطلب من ماكس تفسير. بيتفقوا يتقابلوا عشان يناقشوا موضوع التفجير، بس فريد خايف قوي من الشبح الست اللي في بيت ماكس، فبيقرر يتقابلوا في مطعم. قصة ليمب وزانيا بتنتهي مؤقتا. وخلينا ننط لقصة جريمز. بيتضح ان التفجير اللي حصل في مكتب السحر له علاقة بالتسع وزراء بتوع المملكة، وجريمز مش عايز يعمل سلام مع الجمهورية بجد، هو بس بيختبر فريد. الوزراء اللي ودوا ليو لمنطقة جاما قبل كده دلوقتي متجمعين عشان يرموا اللوم على الجمهورية في التفجير ويستغلوا ده عشان يعملوا حرب ضد الجمهورية. وفي الوقت اللي الوزراء التسعة كانوا مجتمعين فيه، ماكس بياخد سيدة الشياطين عشان تقابل فريد باستخدام سحر التحول. سيدة الشياطين شكلها بالظبط زي البشر، وحتى فريد بيشكر في سحرها. مع ان مفيش بني آدم بيحب ماكس، هو قاعد مع 2 من جميلات الشياطين كل يوم وباين عليه مبسوط قوي. ماكس مش بيجرؤ يكشف الهوية الحقيقية لسيدة الشياطين ومبيردش على فريد وهو بيتكلم عن التفجير. فريد بيقول انه عارف كويس ان زانيا ملهاش دعوة بالموضوع. زانيا مش بتعرف تخبي نفسها وسايبة آثار في كل حتة في مكتب السحر، واضح انها مش الجاني. ماكس بيفتكر ان الموضوع خلص وعايز يمشي من هنا فورا، بس فريد بيوقفه وبعدين بيقول اللي بيفكر فيه بجد. في الحقيقة هو مش عنده رغبة قوية قوي انه يدخل في حرب مع الجمهورية، حتى لو ماكس رفض يساعده مش هتفرق. رمي اللوم على ماكس والشياطين في التفجير ممكن يخليهم يتجنبوا صراع مع الجمهورية. فريد بيدي ماكس اختيارين، واحد منهم انه يفضل بطل والتاني انه يبقى شريك للشياطين. ماكس مش عايز يختار، هو بيحضن سيدة الشياطين عن قصد وبيقول إنه هينقل معاها لجمهورية جاما. فريد بيتعصب قوي وبيسأله لو هو بجد عايز يبقى عدو للمملكة. في الموضوع ده دخلوا في خناقة حامية. سيدة الشياطين بتستخدم السحر بسرعة عشان توقفهم. في الآخر معرفوش يتفقوا وخلصوا الاجتماع. المثير للاهتمام إن فريد شكله كان خمن من زمان إن ماكس مش هيوافق على طلبه. بعد كده المملكة أدانت تفجير مكتب السحر واعتبرته هجوم إرهابي شنته جمهورية جام. ليو بيتعصب قوي لما بيشوف الأخبار، هو شايف إن وزراء المملكة حائرين قوي وقرر إنه مش هيعتبر المملكة وطنه تاني.
مع تعمق الصراع بين البلدين، جريمز بيتكلم مع فريد تاني. هو بيدعي إن نتيجة التفجير سمعة الجمهورية بقت وحشة بين الناس. مفيش شك إن المملكة والجمهورية مبقوش يقدروا يعيشوا في سلام. المشكلة دلوقتي إن ليو قوي وصعب عليهم يكسبوا بالطرق العادية، بس طول ما يتخلصوا من ليو الجمهورية هتقع قريب. فريد وليو كانوا أصحاب كويسين زمان، وجريمز شايف إنه هو بس اللي يقدر يهزم ليو. فريد بيقبل مهمة هزيمة ليو فوراً. بعدها على طول المملكة بتعمل مؤتمر صحفي وبتعلن الحرب الرسمية على الجمهورية. ماكس بيتفرج على الأخبار مع سيدة الشياطين والزانية. مراسل التلفزيون بيقابل كذا واحد من الناس العادية، معظمهم مش بيحبوا الحرب عشان ليو صاحب البطل، وبعضهم حتى بيعتقد إن البطل هو السبب في الحرب دي. ماكس بيحس بالاكتئاب. زعيمة الشياطين بسرعة اتحولت لبنت جميلة ولحقته. في الوقت ده قابلوا بنت صغيرة. ماكس متعود يلعب مع الأطفال اللي في المنطقة، والبنت الصغيرة دي واحدة. باقتراح من البنت الصغيرة راحوا الجنينة سوا عشان يلعبوا بادمنتون. زعيمة الشياطين قلقانة على ماكس وهي بتلعب معاه بادمنتون. سألته لو ناوي يوقف الحرب. ماكس مش عايز يعمل أي حاجة. الناس بتتغير وهو مش نفس الشخص اللي كان عليه من 10 سنين. زعيمة الشياطين متضايقة جدا من موقف ماكس، وبتلعب بادمنتون بقوة أكتر وأكتر، وده خلى اللعب يبقى حماسي أكتر وأكتر. بعد الماتش البنت الصغيرة شكرت في قوتهم وادت ماكس بونبوناية وقالت إن حد طلب منها تديهاله. ماكس خمن مين الشخص ده، مسك البونبوناية وفكر إن الشخص ده بيلمحله على اللي المفروض يعمله بعد كده. فريد كان وصل الحدود خلاص. عشان يتجنب الخسائر خلى جيش المملكة مكانه ومنع الإعلام والناس يدخلوا الجمهورية، وبعدين عمل سحر عشان يطير جوه الجمهورية ويحارب ليو. بعد كده هزم 2 من مساعدين ليو، وده اتصور عن طريق 2 صحفيين اتسللوا جوه الجمهورية. لدهشتهم فريد لمح الكاميرات بتاعتهم بس ما وقفهمش. بعدها بفترة قصيرة فريد لقى ليو. هما ما شافوش بعض بقالهم سنين. أول ما شاف ليو ما قدرش يمسك نفسه من إنه يشتكي إن شعره الطويل وحش. ليو ذكر إنه هو وماكس اتقابلوا قبل كده، وهو بيتحسر إن ماكس لسه قوي زي الأول. بعد كلام بسيط قرروا يبدأوا المبارزة بشكل رسمي. الجدير بالذكر إن كلهم لاحظوا الكاميرا اللي مش بعيدة، بس محدش فيهم اهتم بيها. عشان العالم كله يشوف مبارزتهم أوضح، فريد عمل سحر عشان يرفع المسرح اللي هيحاربوا عليه لمكان عالي جدا. قبل ما تبدأ المبارزة فريد وليو افتكروا وقتهم اللي فات وهم بيحاربوا سوا. وقتها كانوا فريق من 4. غير ماكس كان في بنت اسمها يوريا. يوريا ساحرة وسحرها أقوى من سحر فريد. في الوقت ده كان هدفهم واحد، كلهم كانوا عايزين يهزموا زعيمة الشياطين. لا فريد ولا ليو كانوا يعرفوا إنهم هيبقوا أعداء بعد 12 سنة. بعد كده فريد وليو دخلوا في قتال عنيف. ليو جسمه قوي ومع قوة فريد صعب إن حد يهزمه. بعد فترة قصيرة ليو طعن فريد، بس فريد ما استسلمش. استغل فرصة إن ليو اتشتت عشان يخنقه وعمل سحر شفاء لنفسه. ليو عارف سحر فريد كويس جدا لأن فريد كان دايما بيعالجه بالسحر، وهو كمان عارف إن فريد مش ممكن يهزمه خالص. فريد كان دايما حريص في تصرفاته، بس الغريب إنه تحدى ليو لوحده المرة دي، وده خلى ليو يتفاجئ جدا. فريد شايف إن ليو أناني زيادة عن اللزوم. لو ليو ما كانش أسس جمهورية جاما ما كانش هيبقى فيه حرب. هو متضايق جدا من طريقته لدرجة إنه بيقسم إنه هيسقطه. ليو كمان مصمم. هو شايف إن المملكة المفروض متجيش وتسرق منهم مناجم السحر والينابيع السخنة بعد ما طردتهم. بما إن كل واحد فيهم ليه موقف مختلف ما بقوش قادرين يتوصلوا لأي تسوية دلوقتي. زعيمة الشياطين بتتفرج على مبارزة فريد وليو في البيت، وهي قلقانة إنهم هينهكوا قريب عشان هما الاتنين أصحاب ماكس. هي عايزاه يوقفهم. ماكس غضب جدا من كلام زعيمة الشياطين. هو مش عارف يعمل إيه عشانهم ولا يساعد مين فيهم. مهما اختار مين فيهم هيزعل جدا وتوقف مبارزة فريد وليو. بعدين بتيجي للكاميرا وهي بتعلن إن سيد الشياطين رجع للحياة وبتبدأ تهاجم فريد وليو، وبما إن سحرها ضعيف قوي بيغلبوها على طول. لما ماكس بيشوف كده بيتعصب قوي. بيخمن إن سيد الشياطين بيجبره إنه يوقف المبارزة، وبيقرر إنه يحقق لها أمنيتها. قوة البطل بتفضل في أوجها وبيركب عجلة أسرع من طيارة طايرة. قبل ما فريد وليو يقتلوا بعض ماكس بيوصل لمكان المبارزة وبينزل بسرعة وسيفه في إيده. للأسف بيقف بالظبط بين فريد وليو وبيستحمل هجوم الاتنين. ماكس بيقع على الأرض والحلوى اللي في جيبه بتقع كلها برضه. في التانية اللي بعدها بيلقط الحلوى وبيقف من على الأرض. فريد ما كانش متوقع إن ماكس يجي ويوقف المبارزة وحاسس بالضيق من وصوله. ليو مش عارف إذا كان ماكس عايز يساعد المملكة ولا لأ، وهو كمان مع دي. التلات أصحاب الكويسين زمان بيتخانقوا أول ما بيتقابلوا. ماكس متضايق قوي وبيدعي إنه مش عايز يساعد أي حد وعشان يوقف الخناقة اللي بينهم بيقرر إنه يعلمهم درس قاسي. قريبا بيدخلوا في قتال عنيف.
ماكس كان محبط قوي لأكتر من 10 سنين وهو بيتمرن أقل بكتير من ليو. أول ما المبارزة بتبدأ ليو بيطعن ماكس، ده غير إن فريد كمان مستهدفه. ماكس بيتصاب بضرر كبير، ولما كان عايز يستسلم ذاكرة من زمان قوي بتيجي في باله. في الوقت ده هما الأربعة كانوا بيحاربوا تنين مجنح ضخم. التنين المجنح كان قوي لدرجة إنهم ما قدروش يهزموه، وقوتهم البدنية كانت بتخلص. ولزيادة الطين بلة، فريد كان عنده عدد محدود من المرات اللي يقدر يستخدم فيها تعويذة الشفاء، وما قدروش يستخدموا السحر عشان يشفوا الجروح طول الوقت. فريد كان محبط قوي وفضل يشتكي انهم ما كانش المفروض يدخلوا حرب مع التنين المجنح. يوريا ما عجبهاش موقف فريد وخبطته على راسه، وقالت انها بتدعم فكرة ماكس انهم هيفضلوا يحاربوا لحد اخر لحظة مهما حصل. يوريا عملت حلوى سحرية بكل قوتها السحرية وحطتها في بوق ماكس. دي اقوى حركة ليوريا. طول ما هو اكل الحلوى السحرية دي قوته البدنية هتوصل لاقصى درجة. ماكس قدر يهزم التنين المجنح بنجاح بعد ما أكل الحلوى السحرية. مع نهاية الذكريات ماكس بيدرك إن هدية يوريا ليه هي الحلوى السحرية. بياكل الحلوى وفي لحظة قوته البدنية بترجع لحالتها وهو صغير. الجدير بالذكر إن يوريا سابت لماكس كام كلمة بالسحر. هي على وشك الولادة، عشان كده مش هتقدر تيجي للمشهد عشان تساعده، بس هي بتثق فيه كالعادة، بتثق إنه هيقدر يحل الصراع بين فريد ويلي. وبما إن الحلوى السحرية مفعولها الوقت محدود، لازم يهزم ليو وفريد في أقرب وقت ممكن. كشخص هازم سيد الشياطين قبل كده، ماكس قوي في أوج قوته، وهو ماسك السيف المقدس في إيده بيبطل هجوم فريد بسرعة وبيوقعه. وبعدين هو ويليو بيدخلوا في قتال عنيف. ليو لياقته البدنية كويسة قوي لدرجة إنهم بيتقاتلوا من الصبح لحد بالليل. في اللحظة دي فريد بيحاول بصعوبة إنه يقوم من على الأرض، وهو بيعتقد إنه حتى لو ماكس هزمهم مش هيقدر يمنع الحرب بين المملكة. بعدما يهزم ماكس ليو وجمهورية جاما، يشن فريد هجوما سحريا على ماكس بآخر ما تبقى له من قوة. لحسن الحظ تستيقظ سيدة الشياطين من غيبوبتها وتلقي تعويذة سحرية لقطع هجوم فريد. في النهاية يفوز ماكس بالمبارزة، بيركع قدام الكاميرا وبيترجى المشاهدين اللي بيتفرجوا على البث المباشر إنهم يسامحوا ليو وفريد على اللي عملوه، وبيعتذر بالنيابة عنهم لأنهم كانوا سبب مشاكل للناس. وعلشان يمنع فريد ويليو من إنهم يتخانقوا، بيتمنى إن الجمهور يساعد في حل المشكلة. بعد كام يوم سيدة الشياطين بتحضر أكلات كتير لذيذة وبتجهز وليمة احتفال في البيت علشان ماكس. هي معجبة بيه جدا لأنه مش بس هزم فريد وليو، ده كمان أنقذهم، وده أثر جامد في مستقبل المملكة والجمهورية. بس ماكس شايف إنه مش لوحده اللي يستحق الفضل. بيقول إن يوريا وسيدة الشياطين ساعدوه كتير وبيشكرها. الكلام ده خلاها تتكسف جدا ومقدرتش تمنع نفسها إنها تسند راسها على كتف. وفجأة زي بتدخل عليهم بسرعة وبتركع قدام سيدة الشياطين وبتعتذر لها. كانت بتحلل اللابتوب اللي اتسرق من مكتب السحر، ولما فتحت الملفات اللابتوب اتهاجم بفيروس. زي كانت زعلانة جدا، بس سيدة الشياطين كانت ناسية أصلا موضوع المعلومات ومش زعلانة، وده خلى زي ترتاح شوية. بعد اللي عمله ماكس وهو راكع في البث، العلاقة بين المملكة والجمهورية بدأت تتحسن، والرأي العام ضغط على المملكة، وفي الآخر وافقوا إن الجمهورية تبقى منطقة حكم ذات. كمان سمعة ماكس اتحسنت جدا والناس بقوا معجبين بيه. في الوقت ده ليو كان شغال على تأسيس منطقة غاما المستقلة. هو ورجالته ما كانوش ناويين يعملوا دولة لوحدهم، هم دخلوا في حرب بس علشان المملكة كانت عايزة تطاردهم بالقوة. دلوقتي بعد ما المملكة بدأت تتنازل، ليو شكر ماكس وفريد جدا، ودي كانت نهاية قصة ليو. نروح نشوف فريد. اللي هجمت لابتوب زية كانت ليم، لأنها لقت عليه فيديوهات كتير وافتكرت إن فريد ممكن يهتم بحاجة معينة. لما فريد فتح الفيديوهات لقى إن أغلبها فيديوهات يوتيوب معمولين بواسطة ماكس، وكان فيهم الشبح الأنثوي، وده خوف فريد جدا. بعد ما شاف الفيديو طلبوا من فريد يحضر اجتماع الوزراء ال9. مش كلهم كانوا موافقين على ضم جمهورية جاما كمنطقة مستقلة، وكان في نقاش حاد جدا. جريمز اتكلم عن التفجير الأخير وحاول يلبس فريد التهمة، بس ما كانش متوقع إنه يتقبض عليه. اتضح إن جريمز متهم باختلاس فلوس. في حد مجهول بعت إيميلات للعالم كله فيها معلومات عن إهدار أموال مكتب السحر. حسب البيانات جزء من ميزانية المكتب اتحول لحساب جريمز عن طريق حساب وهمي. الشرطة حققت وأكدت التهم وتم القبض عليه. بعد كده فريد اترقى وبقى الوزير الجديد. وفي نهاية القصة ماكس بقى محبوب من الناس جدا، وكل مرة بيخرج لازم يتهرب من الصحفيين. سيدة الشياطين كان عندها مشاعر ناحيته ومش عايزة ترجع لعالم الشياطين، وبتقول إن ماكس لسه مرجعش لأقصى قوته وعايزة تفضل معاه علشان تكمل اهتمامها بيه. وبكده بينتهي الأنمي. في مشهد إضافي في الآخر، بعد ما هزموا زعيمة الشياطين، البطل وصحابه اتصوروا سوا
وبعدها كل واحد راح في طريق. وقتها ماكس قال إنه كان نفسه يحافظ على السلام ومش عايز يشوفهم تاني. بشكل عام الأنمي ده أحداثه ماشية بخط ثابت وبيشرح كل حاجة ببساطة حتى لو كانت معقدة. أوقات بيحل المشاكل بطريقة غريبة أو غبية، بس في لقطات ضحك وأكشن وبيورينا مشاعر الصداقة والحب بين الأبطال. أنا شايف إن الأنمي ده يستاهل المشاهدة في الموسم. طيب كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك متنساش تدوس لايك وتشترك في القناة، وفي ملخصات أنمي كتير حلوة هنا. أشوفكم في فيديو جديد.